أيار لبناني. تريدنا أن نشتم السعودية والخليج حيث يعمل أشقاؤنا وأقاربنا. تريدنا أن نموت في سوريا والعراق بالاعتداء على الآخرين، وفي الضاحية بالمتفجرات والجوع، وفي اليمن بنصرة الظالم. لماذا نهاجم يا سماحة السيد من أنقذنا؟ لماذا نحاول قطع يد العرب التي امتدت إلينا دوما؟ لماذا يا سيد ننحاز إلى إيران على حساب العروبة؟ ألسنا عربا ولغة القرآن هي لغة الضاد؟ ولماذا يا سيد، وسامحني حين لا أكشف سرا، تحولت مناطقنا في الضاحية والبقاع والجنوب إلى أوكار يختبئ فيها تجار الممنوعات والمخدرات والسلاح ومسهلو الدعارة وشبكاتهم؟ لماذا نموت في بلاد الله الواسعة وتضيق علينا الحياة في لبنان؟ هل تريدنا أن نحارب الكوكب كله فيما إيران تفاوض على دمنا ولا يسقط لها شاب واحد؟ يا سيد، أنا ابن الجنوب، أريد أن أشتري منزلا أعيش فيه، لا لترثه أرملتي وتتزوج غيري. أريد أن أربي أولادي، لا أن أضمن غدهم بموتي، وأنا أيتم أولاد السوريين والعراقيين واليمنيين. عذرا يا سيد، لكن حروبك باتت أكبر من قدرتنا على الموت. شبابنا في البقاع والجنوب والضاحية باتوا إما شهداء أو محاصرين بأرزاقهم في جهات الأرض كلها، وإما مقاتلين لا يعرفون دفاعا عن أي قضية. واليوم تريدنا أن نحارب العرب كلهم وأن نصير جاليات إيرانية في بلادنا. بعد كل هذه الحروب تعبنا ونريد